وسلامها ونفوسنا بصيامها نبقى بعودة 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 والله يا رمضان. السيدة زينب اتزينت ومحلات الفوانيس فتحت أبوابها استعدادا لشهر رمضان الكريم. لسه حاسين إن رمضان بعيد؟ خلاص فاضل 28 يوم بس، وأجواء الاستعداد بدأت من بدري ومن أول أيام رجب، ومحلات الفوانيس شغالة على قدم وساق بتستقبل الزباين وتعرض أحدث الأشكال، والكل بيجهز لاستقبال الشهر الكريم بروح رمضانية خالصة. في السيدة زينب وفي كل الأسواق الشعبية المحلات فتحت أبوابها وعرضت الفوانيس بأشكال مختلفة. النحاس رجع بقوة، والفوانيس الخشب القديمة رجعت موضة من تاني، وعربيات الفوانيس بقت الطلب الأول عند الأطفال. وكل ما نقرب برمضان الإقبال بيزيد والحركة في السوق بتزيد أكتر. الناس دلوقتي بتجهز لرمضان، الأسر المصرية كلها عندها طقوس خاصة مع الفوانيس، الكبار قبل الصغيرين، وبيحرصوا يشتروا فانوس عشان يزينوا بيه بيوتهم ويعلقوا في البلكونة أو يهدوا للأطفال عشان يحسوا بفرحة رمضان اللي اتعودوا عليها من زمان. السيدة زينب هي القلب النابض لرمضان. المشهد هناك مش مجرد بيع وشراء، دي أجواء كاملة بتفكرك برمضان زمان. الأطفال فرحانين بالفوانيس، وأصحاب المحلات مبسوطين بالحركة الزايدة، والزباين بتتنقل من محل للتاني وتدور على الفانوس اللي هيخلي بيتهم مستعد للشهر الكريم. قولولي اخترتوا فانوسكم السنة دي ده ولا لسه؟ ولو هتختاروا هتجيبوا النحاس ولا الخشب؟ كل سنة وانتم طيبين.